السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وخير يا رب، اللهم امين. النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية الخضراء، وهنعملها بطريقة حلوة جدا. وازاي هنعرف مع بعض في الفيديو بتاعنا ازاي الملوخية ما تسقطش منك او ما تفصلش منك ويفضل لونها اخضر معاكي، وهتطلع معاكي طعمها ولا احلى من كده. بجد كان طعمها وريحتها تحفة جدا. هنعملها مع رز بشعرية ونعمل معاها فراخ. هنشوف مع بعض عملنا الملوخية بتاعتنا ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، اللي مشتركش يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. اول حاجة هنعملها مع بعض هنحط الشوربة بتاعتنا. دي شوربة فراخ، معايا فراخ على البوتاجاز، هاخد الشوربة بتاعتها. بحط كمية من الشوربة اقل من الكمية اللي انا محتاجاها. لو انا احتجت شوربة تاني بزود عشان خاطر ما تطلعش معايا خفيفة. والسر بتاعنا او اللي انا يعني الخطوة اللي انا بعملها اللي لقيت في ناس كتيرة جدا ما بتعملهاش، الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر دي تركية مهمة جدا جدا عندنا كلنا هنا بنعملها. بنجيب قرنين فلفل اخضر، وانا حاطه قرن فلفل سبايسي ده اختياري، وبنضربهم في الكبة او بندقهم في الهون مع التوم، وانا حطيت كمان معلقة من التوم لو خدتوا بالكم. ودي اسمها كمرة، عندنا دي اسمها كمرة، بتخلي لك الملوخية تحفة جدا. بنزل بالفلفل الاخضر زي ما احنا شفنا مع بعض كده المفروم، ومعلقة من التوم المفروم، ونص معلقة من السكر. بيخلي لك الملوخية تحفة جدا وحلوة جدا. جربي الملوخية بالكمرة بالفلفل الاخضر المفروم مع التوم، هيودي لك الملوخية في حتة تانية خالص، بتخلي بجد طعمها تحفة. انا ما اقدرش اتخيل الملوخية من غير الكمرة دي. بعد كده بقى هنزل بالملوخية بتاعتنا المتخرطة او المفرومة في الكبة. هننزل بيها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. الملوخية بتاعتنا يا جماعة ما بتغليش كتير، يعني هي غلوة واحدة، لو غليت كتير بتسقط منك ولونها بيغمق معاكي. اهو يعني بصوا يا جماعة، اول ما بتبدأ تغلي بس كده غلوة واحدة زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لو طلعت ريم على الوش او طلعت رغوة بيضة كده على الوش، ببدأ اتخلص منها زي ما احنا شايفين مع بعض كده، واطفي النار على طول. يعني هي بصوا غلوة واحدة بس كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وبطفي النار على طول. ابدأ بقى اشيل اللي على الوش ده كله، وابدأ بقى كده خلاص. الملوخية شوفوا قوامها عامل ازاي معانا. هبدأ بقى اعمل لها الطشة بتاعتها. معانا معلقة من السمنة كده كبيرة محترمة، او انا حاطة دي اللي انا حطاها دي من السمنة دي دهنة سنم الجمل، تبقى تحفة جدا جدا. يعني انا بجد ملوخية بعملها على طول بدهنة السنم يا اما سمنة بلدي. حسيت ان الشوربة كانت دسمة فالسمنة هتبقى كتير فشلت قطعة منها. هبدأ بقى انزل بالثوم. التوم بتاعنا بنديله لون ذهبي، ما بنغمقش التوم معانا عشان ما يمررش مننا ويبوظ لنا طعم الملوخية. يعني التوم بتاعنا يبقى لونه ذهبي زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. عايزة اقول لكم ان احنا الملوخية كمان بنعملها فتة، هبقى اعملها معاكم ان شاء الله في مرة تانية. زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بصوا خدت اللون الذهبي ده، انا ما بحطش عليها كزبرة ناشفة. بعملها بتوم بس، بتبقى حلوة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. وابدأ انزل على الملوخية بطشة التوم، واخليها بس تاخد بصوا مش غلوة، اقل من الغلوة، تتكتك بس كده مع الطشة، واطفي عليها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. تفضل بقى لونها زي ما احنا شايفين كده، لونها اخضر، وتفضل زي ما هي كده ما بتسقطش منك، وقوامها تحفة جدا، وطعمها وريحتها مش عايزة اقول لكم. قدمتها مع رز بشعرية ومع فراخ محمرة، فراخ جنب الملوخية. بجد بجد كان طعمها وريحتها تحفة جدا جدا جدا. وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم يا رب، اللهم امين. والملوخيه يا جماعه ما بتتغطوش، بتسيبوها لغايه ما تبرد خالص عشان ما تصفرش منك. لو غطيتيها وهي سخنه الملوخيه بتصفر معاكي. فدي كانت وصفه الملوخيه بتاعتنا، ويا رب تعجبكم. جربوها بجد بجد هتعجبكم. ولو نسيتوا تعملوا لايك ما تنسوش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. وفي نهايه الفيديو استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.